أبي أنتقل للكبيسي. هل هذا ينتقل إلى شتم الصحابة؟ يعني الكبيسي يتكلم عن الصحابة عن معاوية عليه السلام، وقال للمتصلة قال لها الله يحشرني مع علي ويحشرك أنت مع معاوية. شنو معنى كلامه هذا أول شيء؟ هذا كلام خطير. هذا عدم توقير للصحابة، ويدل على ضغينة في قلبه لمعاوية رضي الله عنه. ثم هو عندما يقول أنا الله يحشرني مع علي بن أبي طالب وأنت الله يحشرك مع معاوية، كأن معاوية في صف الكفار، ومعاوية شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال عند أم حرام بنت ملحان فاستيقظ وهو يضحك، فقالت له أم حرام رضي الله عنها ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت أقواما من أمتي غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة، يعني في الجنة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فركبت البحر في عهد معاوية في فتح قبرص فماتت، فصرعت رضي الله عنها وماتت. وكان هذا هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بخلافته وبشر بالفتوح على يديه، وهذا الحديث شهادة له بعين أنه من أهل الجنة. ولذلك قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان الحجة، قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الجنة بعينه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية رضي الله عنه اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا واغفر له، حسنه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في معاوية رضي الله عنه، يعني من الأحاديث والفضائل ما يوجب لكل أحد أن يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الطائفتين، طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله عنه. قال للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فكان واجبه أن يقول هذا من خيار الصحابة، وهذا يعني لو أدركتم عهده كما يقول التابعون لقلتم هذا هو المهدي المنتظر. قالوا في حلمه، قال بل في عدله. فمعاوية رضي الله عنه أيضا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة في حديث ابن عمر في البخاري، قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وأول جيش غزا القسطنطينية كان في عهد معاوية، وأمر عليه يزيد بن معاوية، وكان تحت رايته الحسين بن علي رضي الله عنه، وتحت رايته أيضا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. زين، أحمد الكبيسي يعتبر شيخ؟ أحمد الكبيسي نرجو من الله عز وجل، نحن نحب الإمارات وشعب الإمارات، وفي الإمارات من طلبة العلم مبرزون في العلم الشرعي، ما نرجو أنهم هم يعني يتولون الفتية ويتولون التعليم والشؤون الدينية. وكذلك أيضا الحال بالنسبة لأبو ظبي، نتمنى أيضا أن يكون شيوخها أهلها، وكما أن حكامها أهلها. وهذا من أسباب قبول أصل العلم والدعوة، أن الناس تقبل من أهل البلد أكثر، ولا هو يعني من باب التمييز ولا كذا، لكن هذا من باب الحق. ولذلك نحن تأتينا البلايا من هؤلاء الذين قلوبهم ليست على يعني عقيدتنا ودولتنا. أنت لما تضرب معاوية ايش معناته؟ تضرب توريث الحكم، والنظام الخليجي كله حكمه توريث، صح ولا لا؟ خليني أرجع حق سؤالي شيخ، أنت ما جاوبتني. هل يعتبر شيخ؟ والله أنا أعتبره من أئمة الضلال، ينكر عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكره بالنسبة للمسلمين. في حديث ابن عباس في الصحيحين يقول مر بقبر فوضع جريد قال لعله يخفف عنهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يجري بالنميمة. وهذا الحديث في البخاري. ويعني يأتي للأمور الواضحة المعلومة ويطعن فيها ويشكك فيها، ثم يأتي يقرر النظام العلماني. هذا أخطر ما فيه، يعني إفساد الدين من جهة إباحة المحرمات المعلوم تحريمها بالدين من ضرورة. يقول تبي مسجد، هذا مسجد، تبي بار وخمارة، هذا بار وخمارة. هذا مو بدين الله عز وجل. يجب أن نمنع الشر والفساد. الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بس تروح المسجد وما تنكر المنكر. أنا ما أدعو إلى أن الإنسان بنفسه يروح يقيم الحدود والتعزيرات ويكسر، لكن لابد من مناصحة ولاة الأمور، لا مرجئة ولا خوارج، صح ولا لا؟ بس اليوم ما تشوف الهجوم اللي صار عليه كان يعني مبالغ فيه، حتى أن الشيخ الجثري قال أنه يعني هذا مو من أخلاق الإسلام. والله أنا ضد مو من أخلاق الإسلام أن تناصر من سب الصحابة. أين أخلاق الإسلام؟ بعدين هذه فزعة مبتدعة كلهم، هذا صوفي وهذا على ما قالوا مثل ما ذكرنا في أموره، يعني يتفازعون أهل البدع. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمر الإمارات أن يضعوا مشايخهم منهم. وأعتقد أيضا حتى بن مكتوم جزاه الله خير قد نصح أحد الحكام من قبل، يعني كان إدارات الأوقاف ما كانوا مواطنين ومتعلمين،
المواطن يعجز، حق طرشتوا عيالكم يدرسون وكذا. بعدين نصحوه قال دير بالك، حط مواطنين من بلدك اللي تامنهم، ومن السلفيين اللي ما عندهم تكفير، ما هم القطبيين ولا السروريين، صح ولا لا؟ احنا الحين نفس الشيء بالكويت، نعرف من اللي يكفر من اللي ما يكفر، سواء كويتي ولا غير كويتي، هم عندنا كويتيين تكفير. فانت تريد ان تحفظ بلدك وامنك واستقرارك، وانت لابد ان تعين من هم يعني اقوم في هذا المكان لمصلحه البلد ولحفظ العقيده والدين، مو يجي واحد يضيع الدين ولا يجي واحد يكفر المسلمين.